ما تيأسيش يا مدام، اللي حصل ده ما بيمثلش خطورة. احنا بنعمل جلسات علاج جماعي، كل مريض بيقول كل أفكاره وانفعالاته. الفرق بين جلسة العلاج والجلسة اللي حصلت انكم قعدتوا تتفرجوا عليه. لو كانوا الموجودين اشتركوا معاه في المناقشة كانت الجلسة جابت نتيجتها. يناقشوا ازاي؟ ده كان بيتكلم بصفة مستمرة كأنه بيخطب في اجتماع عام. قال حاجة غير الكلام اللي قلتهولي؟ لا، أنا قلت لك كل اللي قاله بالحرف الواحد. الكلام معقول جدا لكن الأسلوب غلط. طب ازاي نعالج الأسلوب الغلط؟ أنا وأنت وأصحابه هنشترك في علاجه، وهو كمان هيشترك معانا. كل مقابلة معايا أو مع أصحابه هتخليه يتحسن، ولما يرجع شغله هيتحسن أكتر. سوري يا مدحت، كنا بنتكلم وسمعت جرس التليفون. سميحة كانت عايزة تعتذر وقلت لها لازم تيجي. تستغرب؟ أنا كمان زيك بستغرب. هل أنا متساهلة لدرجة العبط؟ انتي امال ايه؟ ها؟ اكونش بطلت غيرة عليك؟ طبعا مستحيل. مستحيل يا مدحت اسيبك لحد غيري. هل عشان بتحبني؟ انت يا روحي ما تنضمنش، ممكن في الحب تبيع. كنت بتحبها وسبتها، وحاولت مرة معايا. تفتكر ايه السبب اللي يخليني اطمن لها مع اني شايفه اهتمامها بيك؟ معرفش، لكن انا عرفت من نظرتها ليك. عرفت نظرة عطف، نظرة شفقة، لكن ما فيهاش اي اثر للحب. انا كنت هزعل قوي لو ما جيتيش، وعشان كده انا جيت مع اني معزومه على العشاء. ازاي دلوقتي؟ كويس، ولو اني نومه مضطرب شويه وامبارح ما نامش طول الليل. طب ليه ما خدش الاقراص؟ رافض ياخدها خالص. اتفضل. النهارده علشان انتوا جايين خد قرصين قبل ما ينام علشان يفوق ويقدر يقعد معاكم. هو لسه ما صحيش؟ لا، انا صحيته اول انتوا ما جيتوا. وليه بس تقلقيه؟ هو احنا غرب؟ لا ابدا، هو اللي طلب مني اني اصحيه. اكيد نام تاني، احنا بقالنا هنا اكتر من نص ساعة. ما انتوا عارفين مدحت لازم يلبس ويتشيك ويعمل في نفسه تباريح الهوا. طب انا هطلع اشوف. خليك مرتاح يا فوزي. اهلا يا جماعه. اهلا 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 يا مدحت، شكلك باين علينا انك ما خدتش كفايتك من النوم. يا سيدي، بكره الواحد ينام ويشبع نوم، المهم الواحد يشوفكم ويقعد معاكم. انت تعبان يا حبيبي؟ احنا جينا قلقنا راحتك يا استاذ مدحت. لا ابدا، ما تقوليش كده. طيب بيتهيألي نمشي احنا بقى يا جماعه ونسيبك تكمل نومك، وادي احنا شفناك واطمنا عليك. تمشي ازاي؟ احنا لازم نتعشى سوا الليله. خلاص يا سميح، المدام حلفت. احنا كنا بنتناقش في موضوع لطيف قوي. هل في صداقة حقيقية بين الراجل والمرأة؟ كل ده تفكير في الإجابة؟ أنا متهيألي يا أستاذ مدحت بيفكر في حاجة تانية مش معانا خالص. لا ابدا، بس اصل الكلام عن الصداقه بيهزني قوي. دولة،
انت مرة سلتيني فلوس كنت محتاجهم، اول ما طلبتهم منك اديتيني، ما بخلتيش عليا. كنت دايما بحس ان انت الصديقة العاقلة، ما بنتكلمش مع بعض كتير لكن الاحساس موجود. طبعا يا استاذ مدحت. طب ما انا مرة سلفتك 2 جنيه وما رضيتش اخدهم منك، ها؟ مين فينا الاجدع بقى؟ انا ولا دولت؟ ما اقدرش انكر ان انت كنت اقرب صديق ليا. اللي بينا يا حسني ما كانش مجرد قعدة ضحك وهزار وفرفشة، لا، كان اكبر من كده بكتير. على قد ما احنا مختلفين في الطباع لكن متفقين في الاخلاص. انا شخصيا اعرف مدحت واحنا لسه بالشرط. يا ريت ايام الشرطة طالت يا فوزي. اكيد وانت بالشرط كنت شقي وبرضه دمك خفيف يا استاذ مدحت. انت لسه مصممة ان دمي خفيف؟ حتى لما كنت تعبان برضه كان دمك خفيف. اللي يحس بالنكتة يبقى هو كمان دمه خفيف. تعرفي اللي زيك يا منيرة يبقى قلبه أبيض، ما يشيلش قساوة لحد، ما يفضلش شايل في نفسه وفاكر أبدا. وعلى قد ما بيحب يضحك على قد ما دمعته تبقى قريبة، ويزعل قوي على صاحبه لو يوم انكسر وغاب ضحكته. ايه يا جماعة؟ انتوا هتقلبوها دراما ولا ايه؟ انت مش نفسك تعمل دراما يا يسري؟ انا المرة دي ما بتريقش. يمكن زمان كنت بتريق، كنت صديق اللدود. ساعات احب اغيظك وتحب تغيظني. عارف ليه يا يسري؟ لاني معجب بحاجة فيك ونقصاني، وانت معجب بحاجة فيا ونقصاك. في ناس علاقتهم الإنسانية ما بتنتهيش، جايز بتتحول من حب لشفقة، لكن برضو العلاقة بتفضل موجودة حتى النهاية. ايه يا مدحت، انت عمال تتكلم عن المشاعر الجميلة والصداقة وناسي ميكي خالص. تعلمتيني مشاعر جديدة، تعلمت معاكي معنى جديد للحب. ابقي افتكريني يا ميكي وبقوا افتكروني كلكم.